يتجه المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي إلى إجراء تعديلات واسعة على التشكيلة الأساسية خلال مواجهة منتخب زامبيا على أرضه بالعاصمة لوساكا غدا الاثنين. ففي تمام الساعة 4 ظهرا لحساب الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وتأتي هذه التعديلات الواسعة على التشكيلة الأساسية التي تواجه زامبيا بعدما حسم منتخب أسود الأطلس التأهل مبكرا إلى المونديال عقب الانتصار الساحق على منتخب النيجر بخماسية نظيفة يوم الجمعة الماضي بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بالإضافة إلى رغبة المدرب وليد الركراكي في إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين من أجل منحهم فرصة استرجاع لياقتهم البدنية بعد الإجهاد الذي عانوه في الفترة الأخيرة. وكشف المدرب وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد أن ضغط المباريات ومشاق السفر جعله يفكر في راحة بعض الأسماء البارزة التي خاضت لقاء النيجر، وأيضا مواجهات قوية مع أنديتها على غرار القائد أشرف حكيمي، إذ أوضح في الصدر نفسه أنه قد يغير التشكيلة الأساسية بنسبة 80%، وتابع: نثق في البدلاء لأنهم قادرون على تقديم الإضافة المطلوبة وإظهار علو كعبهم أمام زامبيا. نحن نملك أقوى خط هجوم في التصفيات، سجلنا أكثر من 40 هدفا في 12 مباراة، وهذا دليل على قوة المجموعة في كل المراكز. وحسب مصادر قريبة من الجهاز الفني لمنتخب المغرب، أكد بأن المدرب وليد الركراكي لا يريد المغامرة بإشراك اللاعبين الأساسيين تفاديا لتعرضهم لإصابات قوية قد تؤثر على حضورهم في بطولة كأس أفريقيا للأمم التي تستضيفها المملكة المغربية ما بين الفترة 21 من ديسمبر إلى 18 من يناير. لكنه يحرص أيضا على تحقيق الفوز أمام زامبيا، حيث ينهي منتخب أسود الأطلس تصفيات المونديال بالعلامة الكاملة. ومن المرجح أن يعتمد المدرب وليد الركراكي على خدمات مجموعة من اللاعبين من أبرزهم عمر الهلالي وسفيان الكرواني وجواد اليميق وأسامة العزوزي وبلال الخنوس وإلياس خماش ثم يوسف النصيري ومروان سندي.